شيخنا الفاضل، هي أيام قليلة تفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك، ما الذي ننتظره؟ نريد أن تشوقنا يعني نستنشق نفحات الشهر الفضيل من الآن. خاب وخسر أو تعس من أدرك رمضان ولم يغفر له. إن لم يغفر له فمتى؟ أنت في شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر العمل الصالح، شهر إنفاق الزكاة، شهر صلة الرحم. رمضان كله عبادات. نعم. عبادات اجتماعية ومالية، دفع الزكاة. نعم. وعبادات شعائرية، التراويح والفجر. أنا أول شيء بتمنى العادات والتقاليد التي تتناقض مع هذا الشهر أن نبتعد عنها. مثل ماذا دكتور؟ شهر الولائم، كل يوم في إفطار عند واحد. طبعا الأهل بيتحضروا الطعام من يومين سابقا. نعم. وبيتاكل الأكل بعدين بيعدوا والحديث غير منضبط، لا في خوف من غيبة ولا نميمة ولا تعليق، والتلفزيون مفتوح على أفلام. بيتموا هيك لحتى الساعة 12 واحدة، بيتعبوا بيناموا، ما بيلحقوا السحور. والسحور بركة، والسحور من شعائر هذا الشهر العظيم. فإذا كان نحن اكتفينا بترك الطعام والشراب، هذا الصيام لا يقدم ولا يؤخر، وكأنه ما صام. من يقول لك دكتور مثل هاي العزائم هي من باب تفطير الصائم، وهذا له أجر في رمضان. أنت شيخنا مش مع العزائم برمضان؟ لا والله، أنا مع عزائم طلاب العلم. أنا بعمل لطلاب العزائم. أنا وين ما كان في بلدي في طلاب من مثلا الشيشان، طلاب من السودان، طلاب من آسيا. نعم. هدول ما لهم أهل. أنا أجري ولائم برمضان لطلاب العلم بالجامع بعملها. فلما بيعدوا أيام للمحسنين، نعم، دعوة، أيام للأطباء دعوة، أنا هكذا أفعل في رمضان، ولائم. ماذا عن ولائم هادفة عن الأهل والرحم دكتور؟ والله رمضان لصلة الرحم. بس شو بصير؟ ممكن زورهم بالعصر تقريبا. في عندك وقت محرج، وانت جائع وما قدران تنام من الجوع، مثلا إذا كان شهر يوم طويل، فأنت من العصر للمغرب ممكن تطلع على أخواتك البنات، على خالتك، على عمتك، تعمل صلة رحم برمضان. نعم. هذا نعم. لكن فكرة كما تفضلت أنه الإنسان يعني يقضيها يعزم أحدا أو يعزم عند الآخرين، ولا السيدات يصوم يعني يتعبد، ولا ما في الإنسان انضباط إطلاقا، يتفرغ للعبادة شهر وقته ولا ويذهب. شهر اجتماعي صار. نعم. ما عاد تعبد. نعم. طيب، ما تعليق فضلاتكم أيضا دكتور على ما يشاع الآن في رمضان زي الخيم الرمضانية وسهرات فيها أرجيلي، فيها لعب شدة، فيها أرجيلي ولعب شدة وراقصة في كمان سيدي. أكيد عندك بلبنان في راقصة. نعم. راقصة وأرجيلة ولعب شدة وطاولة شيش بيش. نعم. هو صايم. شيء بضحك سيدي. هذا الدين لما بصير فولكلور، هذا إسلام فولكلوري، صار عادات وتقاليد وما له علاقة بالدين إطلاقا. نعم. يعني صلي قبل أن لا تصلي، أقيس عليه وصم قبل أن لا تصوم. نعم. بدك حاضنة إيمانية بصراحة، بدك رفقاء مؤمنون، بدك أسرة مؤمنة، بدك أقرباء مؤمنون. طيب، لما أنت بتصاحب برمضان شخص متفلت بيزهدك بالشهر، بفرجيك أنه أنت غلطان. الطعام والشراب شيء أساسي بالحياة. نعم. شو حيصير؟ إفطار. شيخنا الفاضل، هل في مثلا خطة مقترحة أو جدول مقترح للعبادات يمكن فعلا أن يعين الإنسان أولا أن يستغل الشهر الفضيل؟ أتمنى من أعماق أعماقي أن تختم القرآن في رمضان. هي قراءة سمية تعبدية. أنا كل يوم جزء بدك تقرأ. نعم. ما بكفي. في قراءة بحث ودرس، بكفي آيتين تتعمق بفهم آيتين، 3 آيات 4 آيات. كيف نفهمهم دكتور؟ من تفسير، من قراءة تفسيرهم. تمام. هل تنصح الناس بأداء التراويح في المساجد دكتور ولا في بيوتهم وبين عائلاتهم؟ لو فرضنا أنه واحد عنده 3 بنات و4 شباب، نعم، وزوجة، وقام صلى التراويح فيهم، هي أفضل من 1000 صلاة هي جماعية صارت. استيقظ صباحا ذهب للمسجد غير رمضان وصلى بالجامع، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم. طيب، إذا هيأت الأولاد وتوضوا أمامك والبنات توضوا
وصليت بهم إماما، رأيت صفحة بالقرآن، قعدت معهم، الآية شو معناها يا بابا، والآية شو معناها، مين سمع قصة من أستاذه هيك مؤثرة بالدين، قعدت معه شي نصف ساعة. هي أكبر عبادة هي، أنه أولاد الآخرون أنت لهم وغيرك لهم. أولادك من لهم غيرك؟ مين لهم غيرك؟ نعم. فأنا والله من اجتهادي أنا في جلسة مع بناتي نعم. كل أسبوع جلسة. فضيلتك مع عائلتك؟ نعم إيه والله مع بناتك. نعم. جلسة تشرح لي عفوا دكتور؟ دين. نعم. نشرح آية حديث أسبوعيا؟ أبدا. لهم ولا مع عائلاتهم وأولادهم لا مع أولادهم. نعم. طبعا. نعم. جميل. ما في مشكلة. جميل جميل، ربنا يتقبل إن شاء الله. لا بس مو مع أزواجهم ما في، يعني أنا ما عندي صهر يشوف مرت أخوي يعني. نعم، حتى ما يصير اختلاط. ما هو فيه اختلاط. نعم. الله يثبتكم ويفتح عليكم دكتورنا. قاعدة أن يصلي في أهل بيته دكتور ويكسب فيهم أجر ويحفظ يعني دينهم، هي للنوافل والفرائض ولا للنوافل فقط؟ للفرائض معلش. حتى الفرائض. إذا واحد الفجر صلى مع أولاده نعم. وبناته وأرى قراءة جيدة وأما بهم، شو في مشكلة؟ نعم. هذول أولى من تبعة الجامع. نعم. نعم. طالما تحققت الجماعة في البيت. طيب تحدثنا دكتورنا. أما واحد مثلا بناته مزوجات كلهم، أولاده مزوجين. نعم. مع زوجته أخذه وراح الجامع أولى. نعم. نعم. أنا كنت أسأل فضيلتك عن صلاة النساء في المساجد في التراويح وكذا، ليس كحكم فقهي بقدر ما هل يعني تنصح بها دكتور؟ يعني بس إنه أن تتقي المرأة، يعني أن تكون مزينة. نعم. أو ثيابها غير إسلامية بس. نعم. أن تبتعد عن هذا. نعم. نعم. يرجعنا النبي قال مأزورات غير مأجورات. لمن حملت الوزر، يعني نعم. إذا كان في تزين بالطريق وفي كذا. نعم. نعم. والعياذ بالله. نعم. ماذا أيضا تضيف في يعني قائمة عبادتنا اليومية في رمضان دكتور من نصائح؟ يعني نحن إذا كان القرآن قرأناه. نعم. قراءة تدبر. أنا من عادتي يعني بتخذ مصحف قد يكون قديم جدا عندي. نعم. يعني في أحدث منه بكتير، كل ما شفت آية هيك مؤثرة بحط تحتها خط أحمر. قراءة ممنهجة. هي آيات الأمر تحت خط أخضر، آيات النهي تحت خط أحمر. قراءة قرآن ممنهجة. لماذا دكتور؟ إلي لحالي أنا ما عم بقرأ السورة الطويلة، هالآيات تأثرت فيها، بحط إشارة إلها. أنا بتصفح القرآن تصفح عادي أستذكر كل معاني هذه الآيات. قضية بالتربية مهمة جدا. نعم. أنت بتعمل دراسة مسجلة. أي طالب بيقرأ الفقرة بيلخصها على الهامش ما بينساها. فأنت لما عم تقرأ القرآن التفاعل هو قراءة تفاعلية. إذا في آية تأثرت فيها والله ألهمك بمعاني دقيقة فيها أو رجعت معانيها بالتفاسير وتأثرت، عمل لها إشارة الآية. عندك لقاء سهرة مع أخواتك البنات مثلا كل أسبوع، كنت تحكوا بالأسعار والزينة والأزياء. نعم. بفتح المصحف اللي فيه آيات أنا متأثر فيها، وأنا بتذكر تأثري بالآيات، معي مادة أحكيها. بقول لكل أخ مؤمن خلي معك مادة متأثر بها، سمعتها من عالم، من خطيب مسجد، قريتها بكتاب كثير مؤثرة الآية، تفسير الآية. أنا بكتبها عندي دفتر صغير، قاعد بجلسة بفتح الدفتر بحكي الآية، هذا صار ذكر لله عز وجل. نعم. في العبادات دكتور ما الفرق بين نهار رمضان وبين ليله؟ يعني ما العبادات التي تنصح المستمعين لساعات الصيام والنهار والعبادات المسائية الليل؟ والله النهار الصلوات الخمس. نعم. فقط. نعم. أما لا ممكن الأوابين الضحى. نعم. تصلى. نعم. نعم. ممكن يعني بعض النوافل تصليها. أما بالليل التراويح. أنت مفطر أكلت شبعت وصمت وطعت وما خربط أبدا، أنت مستعد لتلقي التجلي من الله عز وجل. نعم. والتجلي هو كرم يتنزل من الله أبداً. على من يتعبد أبدا. لكن ممكن تكون 8 ركعات التراويح. نعم. ممكن أنا هون لاحظت الأردن كله 8 ركعات تقريبا، كثير من مساجد 8. نعم. بعض المساجد 20 يعني. نعم. 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 وكل إنسان يعني يصلي بطاقته. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور. همستكم ونصيحتكم للناس دكتور فيما تبقى من شهر شعبان كي يستعدوا استعدادا إيمانيا لاستقبال رمضان، ماذا تنصح يعني المستمعين؟ كل شغلة الإنسان يعلمها علم اليقين أنه غلط. نعم. ما بتقدر الله يتركها من هلا. قلت لك الحالة الحادة جدا من
أسود إلى أبيض،